ان سوق ديانة فكرة، والفكرة لا تموت. وسوق ديانة هو السوق اللي فيه انتيكات، واللي بيفتح كل يوم سبت جنب سينما ديانة. وصاحب تامر ابراهيم من اجمل الناس هناك، روحوا اشتروا منه عشان انا بحبه قوي. مش ممكن. بصوا ده حاجة عاملة زي آلة القانون عندنا او الهارب، ما اعرفش، اللي بيفهم في المزيكا يقول لي. طبعا النحات الصيني مفيش احسن منه في الدنيا. بص كلب. ده طبعا المعلم كونفوشيوس. ده بوذا. ده بوذا. الموتوسيكلات بالظبط زي سينما ديانة. يا الله على الجمال، يا الله على الجمال، يا الله على الجمال. اللي عايز يجي يمتع عينه ونظره يمتع عينه ونظره هنا. وفي نقطة مهمة جدا، التنظيم. التنظيم هنا غير سوق ديانة على الإطلاق. للأسف سوق ديانة ما زال عشوائي. هنا السوق رغم ان هو عشوائي لكنه واضح ان هو مبذول فيه شيء كبير. دول بوذا او اتباع بوذا. هلو، هاو ار يو هاي. او البوذيين. هنا في الديانة الطاوية والديانة البوذية، من اشهر الديانات في الصين. على اي حال ده جزء صغير من كوكب الصين العظيم الشقيق. كان معكم من سوق ديانة الصيني مصطفى كفافي. نيهاو.